ومن هذه الأسباب ألا وهي التوبة والاستغفار إلى العزيز الغفار. يقول الملك الجبار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويقول الله جل وعلا على لسان نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا يقول الله على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دلت هذه الآيات على أن التوبة والاستغفار من الأسباب الجالبة للرزق ومن أسباب مفاتيح الرزق للعباد. ذكر الإمام المفسر الكبير القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. ذكر أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فسأله وجاء إليه يشكو قلة أو جاء إليه يشكو الجدب، فقال له الإمام الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاءه الثاني يشكو إليه العقم فقال: استغفر الله. ثم جاءه الثالث يشكو إليه الفقر فقال: استغفر الله. ثم جاءه الرابع يشكو إليه جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقال من كان في المجلس حاضرا: يا إمام، إنه كل واحد منهم أتاك بمسألة وتقول له استغفر الله. فقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: أولم تقرأوا قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: هذا لمن يشكو الجدب. قال: ويمددكم بأموال. قال: هذا لمن يشكو الفقر. قال: ويمددكم بأموال وبنين. قال: هذا لمن يشكو العقم. قال: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: هذا لمن يشكو جفاف بستانه. فيا من تريدون الرزق المدرار عليكم بالتوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا.